خلينا ناخد على التليفون الحاج عامر حسين رئيس لجنه مسابقات. مساء الفل يا حاج عامر. مساء الفل يا كابتن احمد. ازاي اخبارك؟ والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كله تمام الحمد لله. الدنيا كلها تمام؟ كله تمام الحمد لله. تأجيل جديد؟ عادي بقى يا كابتن احمد. بقى العادي يا عيني. ها بقى عادي. المفاجآت طبعا بتيجي ورا بعض يعني كده. بس ده تأجيل اضطراري يعني ما نقدرش نقول فيه حاجه يعني. هو اللي فات كان اضطراري برضه يا كابتن احمد. يعني انا هو اللي فات من اللي اجل. طيب يعني الماتش اتأجل امتى؟ يوم 30 ان شاء الله. طب هل ده عامل لك مشكله في المستقبل في اللي جاي؟ طبعا. لان الاهلي كان عنده الانتاج يوم 28 وعنده الجيش يوم 2. فطبعا كده هيلعب يوم 30، ما ينفعش يلعب يوم 2. وبعد كده كان عنده يوم 6 النصر للتعدين. بعدين يخش على بطولة افريقيا. القرعه تبقى يوم 26. طب يعني مباراه الجيش هي اللي هتتأجل؟ والله لا، انا بحاول بقدر الامكان نلعب المباراه بالترتيب. يعني تأجل النصر للتعدين. ممكن ما يجلش الاثنين، بس لما على حسب القرعه هنشوف الاهلي هيلعب داخل ملعبه ولا بره ملعبه مع مين. لان حضرتك عارف ان في دول بتلعب يوم جمعه. تمام. 12 13 14 الجمعه 12 والسبت 13. القرعه بكره باين؟ القرعه يوم 26 فدي هتفرق معايا ان اضغط الاهلي لو هيطلع بره او هيلعب يوم الجمعه. او ما ضغطهوش واجل له الماتش بتاع يوم 6 ده بتاع التعدين يبقى يوم 8. فكلهم توقفوا على القرعه. عشان كده انا ما اعلنتش مباراه النهارده بس. لان طبعا حضرتك عارف ان دي برضه بتفرق معايا في الملاعب. الاهلي لو في القاهره الامن ما بيرضاش حد يلعب معاه، ونفس الوضع الزمالك لو في القاهره. فلازم برضه افضل اليوم اللي انا هحط فيه التعديل الترحيل في ايام ما يكونش فيها ماتشات في القاهره. او اسيب ارحل للانديه اللي هي ما عندهاش بطولات افريقيه او التزامات. اخليها هي اللي تترحل. هل الدوري في خطر يا حاج عامر؟ والله يعني احنا ماشيين على الحروق كده. احنا ماشيين الحروق. احنا بنحاول اول باول ان احنا في انديه بيبقى من حظها بيبقى عندها وقت فبنقدر نرحل، وفي انديه هتضطر ان احنا نضغط لها. لان البطولات الافريقيه زي ما حضرتك عارف مؤثره جدا. لان احنا السنه دي موسم من المواسم كالعاده الصعبه، بس كل سنه بيطلع لنا صعوبه مختلفه سواء امنيه سواء توقف طويل. احنا الموسم ده كابتن احمد من اول ما بدانا يوم 15 سبتمبر المنتخب الوطني الاول واخد 80 يوم لوحده. 12 يوم من ماتش كونغو، 12 يوم ماتش غانا، و43 يوم للامم الافريقيه، و5 ايام في شهر 3 الاجنده، وهياخد 9 ايام لمباراه تونس في شهر 6. الانديه لها 10 لقاءات اللي هم الاربع انديه بتوعنا بقوا 3 للاسف. بقى لهم 10 لقاءات. 10 لقاءات لو عملنا في المتوسط 5 ايام رايحين منك فبيبقى 50 يوم. يبقى 50 و80 130 يوم رايحين منك من اول نصف سبتمبر. غير طبعا الحاجات الظروف بقى الطريقه بتاعت الامن والمشكله اللي حصلت في نادي الزمالك الفتره اللي وقفنا فيها. عشان كده برضو يا كابتن احمد برضو بالمناسبه النهارده سمعت الكابتن خالد الغندور برنامج. يا عم سيبك من بقى، خليك انت في الشغل بتاعك الجميل يا عامر. بيعمل راي عام غريب جدا يا كابتن احمد. يا عم رايح يحزنونا كل واحد يقول رايه. وانت قلت ما عندكوش وقت تاجله، ما انت دلوقتي بتاجله. حتى ما بيجيبنيش هقول الحقيقه ان الزمالك عنده مؤجلات اكتر من الاهلي، فكان صعب ترحيل نادي الزمالك. لان احنا وقفنا للزمالك مباراتين، حضرتك فاكر وقفنا الشرقيه ووقفنا الجيش. فالاهلي ما بقاش عنده مؤجلات، الزمالك عنده مؤجلات، فما كنتش هقدر كمان اجله ثاني. لان احنا لازم قبل يوم 12 يكون مجموعه المباريات اللي احنا لغايه الاسبوع 28 او مرحله 28 تكون خلصت للناديين. فبالتالي بالنسبه للنادي الزمالك كانت اصعب بكثير لانه عنده مباريات زياده عن النادي الاهلي. هو كمان الميزه انه يعني الزمالك خارج المنافسه على المركز الاول، وبالتالي مش هيبقى عنده ازمه في الاشتراك في المباريات او في لعب المباريات. والاهلي برضه هيبقى عنده نوع من انواع المرونه. يمكن بعد هزيمه المقصه في المباراه الاخيره البطوله اتحسمت بشكل كبير شويه، فاعتقد انه يعني هيبقى عندك ان شاء الله مرونه من الانديه باذن الله يا حاج عامر. لانه احساسي كده انه الدوري في خطر، ربنا يستر. يعني لو تاجيلات اخرى لا ظروف طارئه. احنا فاضل لنا كام جوله يا حاج عامر؟
احنا عندنا لغايه دلوقتي احنا هنلعب ال 27 من 27 ل 34. هم دولت اللي فاضلين ان شاء الله من 26 ل 34 8 جولات. تمام، كتير 8 جولات مش قليلين برضه. طيب المفروض الدوري هيخلص امتى؟ ان شاء الله بعد الورقه بتاعت يوم 26 ان شاء الله هكون حددت بشكل نهائي. انما غالبا ان شاء الله هيبقى في يوم 15/7 يعني في نص 7 ان شاء الله. 15 16/7 ان شاء الله. والموسم الجديد يبدا امتى؟ لازم هقعد مع مستر كوبر لان احنا عندنا منتخب المحليين عنده لقاءين في شهر 8 مع المغرب، وبعدها عندنا في اخر 8 مباراة اوغندا والعوده بعدها ب5 ايام في اوائل 9. فلازم انسق مع مستر كوبر ان السنه دي نسقت معاه انه كان بيلعب 3 جولات قبل المباراه بتاعت الكونغو في بدايه الموسم. فهو دلوقتي طبعا عنده 3 فرق بيلعبوا في افريقيا هيبقى عندهم ارتباطات بالاضافه لمنتخب المحليين. وهل المنتخب المحليين هياخد مباراتين المغرب حد من المنتخب الاول ولا مش هياخد المنتخب الاول؟ لازم نقعد مع مستر كوبر وكابتن هاني عشان ممكن مستر كوبر يقول له سيب الانديه بتاعت افريقيا وخد بقيه اللعيبه او خد اللعيبه بتاعت الاهلي والزمالك في شهر 8 ماتشين المغرب يبقوا اعداد بدل الدوري بدايه الدوري قبل اوغندا، يبقى هم دول الاعداد لمباراه اوغندا. يعني اذا من الممكن انه كوبر لو وافق ان احنا نعمل مباراتين وديتين للمنتخب ده يغني عن بدايه الدوري مبكرا شويه. لا انا بقول لحضرتك ايه، يعني يعمل كده يخلي اللعيبه تلعب مع منتخب المحليين. لا فهمهاني تاني معلش. يعني المنتخب المحليين عنده المباراتين بتوع المغرب في شهر 8. كويس. فممكن هو مستر كوبر يسمح له انه ياخد لعيبه من المنتخب الاول اللي هم ال 10 12 لعيب اللي هم مش محترفين في الخارج يلعبوا مع الكابتن هاني المباراتين بتوع المغرب. كويس. فكده يبقى هو ضمن ان في العدد دوت هيلعب مباراتين، مباراه رسميه قويه مع المغرب. ده فكر. او هيجمع قبلها ويلعب المباراه وديه قبل المباراتين بتوع اوغندا بالفريق كامل. او هيطلب مني ان انا العب المرحلتين في الدوري قبل المباراه بتاعت اوغندا. مباراه يعني اوغندا يوم ايه؟ يعني 3 حلول هي 28/8. 28/8 والعوده بعدها ب5 يعني الدوري يخلص 15/7 يبقى كده الدوري يبدا 15/8 تقريبا مش كده؟ وده هيبقى لا ولا 15/8 ده انت قبل 15/8 كمان يعني عشان هياخد له معسكر 8 9 ايام على الاقل يعني. متهيألي هيبقى صعب يعني ان احنا نبدا قبل المباراه في اوغندا، انه هيبقى عنده الحلول الثانيه اللي هي بتاعت منتخب المحليين اللي عايز يشاركهم في المباراه الرسميه يشاركهم، او يعمل مباراه وديه بقى يجمع ويعمل مباراه وديه او مباراتين قبل المباراتين بتوع اوغندا. فكل الحلول هتبقى متاحه بالنسبه له، خاصه ان الانديه طبعا مش هتريح بتاعتنا. يعني في البطوله العربيه يوم 21 ل 5/8، فبالتالي طبعا مش هيبقى صعب ان كده اللعيبه مش هتريح، يعني هيطلعوا من بطوله افريقيا الانديه على نهايه الدوري على البطوله العربيه، وهم اغلب اللعيبه او كلهم من الزمالك والاهلي يعني او الاهلي والزمالك. نتمنى لك كل توفيق في الموسم الملعبك المكهرب ده يا حاج عامر.